ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت فطاير، تقدروا كده تسموها سندوتشات، هتنفعكم قوي. كمان عملناها صيامي، تنفعكم قوي في اللانش بوكس للاولاد اللي صايمين. عايزه اقول لكم النتيجه روعه. يلا حبايب قلبي نقول الطريقه مع بعض. هنا اول حاجه معايا كيس من الخميره الفوريه، عليهم معلقه سكر كبيره، وانا بحطها في كوبايه وهضيف عليهم ميه دافيه، وهقلب كويس جدا عشان لحد ما ادوب الخميره مع السكر. معلقه السكر تمام، هدوبها كويس. لو انتي مش متاكده من الخميره بتاعتك خلاص هنضيف كل الحاجات الجافه فوق الدقيق. لكن لو زي كده ما اختبرتهاش، يعني الخميره اول مره هتجيبيها فهتختبريها، تعمليها اختبار زي كده. وسبتها بالظبط 2 دقيقه وغطيتها وكانت فارت تمام لحد كده ما فعل الخميرة. هنكمل ونشوف بقى. معانا كيك شيف، هناخد منه معلقة. هنا طبعا أول حاجة 5 كوبايات من الدقيق، والدقيق ده يكون منخول مرتين، ودي المرة التالتة بنخله معاكم. أول حاجة كده كوباية تمام، والكوباية التانية برضو هنخلها. 5 أكواب من الدقيق تمام، والدقيق يكون كويس يعني معمول للمعجنات. ودي كده تالت كوباية. انا بحفظ الدقيق في العلبه دي، وبكون برضو نخله، وباجي زي كده لما باجي اشتغل بنخله تاني. كده خلاص خدنا 5 اكواب من الدقيق تمام. عليهم معلقه صغيره كيك شيف او بيكنج باودر، المتاح عندك. معلقه صغيره، وطبعا نص معلقه ملح. وهقلب هنا. وهنا حبايب قلبي لو عندك حليب جوز الهند باودر تمام، لكن انا مش موجوده عندي، فجبت الكريمر النباتي. خدت معلقتين من الكريمة النباتي، وده موجود عند أي سوبر ماركت. تمام كده مية دافية للعجن، والخميرة اتفعلت معانا زي الفل. ضفت الخميرة ونص كوباية الزيت، زيت يكون عباد الشمس. وكده هعجن كويس جدا. بصوا بقى العجن يكون كويس جدا. وبصوا بضيف كده بق بق مية، يعني المية بالتدريج عشان العجينة ما تزيدش المية وكده تمام. بصوا انا وبعجن كده بديها بالبقس طبعا. هتحسوها كده ان هي العجينه بتلزق، بس برضو هاخد اكتر من ربع ساعه وانا اعجن فيها. اهم حاجه تكون الدقيق كله اختفى والعجينه تكون طريه، وهنديها كده شويه بوكس كده مع بعضنا. عجن كويس جدا بصوا لحد ما تفلت من ايدي. كده خلاص اغطيها واسيبها تختمر. طبعا في الشتاء بتاخد ساعه، في الصيف نص ساعه. طبعا هنا معايا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، وبصل مقطع، وعندنا بطاطسيه مبشوره وكوسه مبشوره، والجزر مبشور، والتوابل طبعا الزعتر مطحون تمام، حبهان، وفلفل اسمر. طبعا احنا هنقول برضو الكميه اللي احنا هنستخدمها. احنا شغالين على البوتاجاز طبعا، طاسه ومعلقتين زيت، وهننزل بالبصل اللي قطعناه طبعا. لو بصله كبيره كده تمام، لو صغيره هنحط بصلتين. طبعا هنحط عليهم كده حبيتين توم وهنقطعهم. بس طبعا بعد ما قلبت في البصل 5 دقايق بالظبط، ونزلت بالثوم تمام. بعد كده خلاص اخدت لون كده ودبل معانا البصل. هننزل بالفلفل الالوان، فلفل اسمر احمر، فلفل اصفر، وفلفل اخضر تمام. وده احنا عارفين طبعا بيدي طعم من لذاذه جميل قوي، وفيتامين سي. طبعا نزلنا بالكوسه المبشوره والبطاطس المبشوره والجزر المبشوره، وهنقلب. يبقى كده واحدة كوسة كبيرة بشرناها، واحدة بطاطسية كبيرة بشرناها، واحدة جزراية كبيرة بشرناها تمام. ونزلت طبعا 5 دقايق كده لحد ما تستوي أو 10 دقايق. هنزل بواحدة مرقة كده، ودي اختياري. طبعا هنزل بالتوابل، حبهان، بصل بودر، توم بودر، فلفل أسمر، بابريكا تمام، التوابل اللي عندك. وأنا بحب تملي أحط الحبهان، بيدي طعم حلو في الوصفة دي. عايزة اقول لكم الوصفة دي فيها كل العناصر الغذائية.
كده خلاص انا هطفي عليها. هنا طبعا كانت العجينة اختمرت معايا، رش دقيق كده وطلع خرج طبعا الهواء من العجينة. خدت ساعة وكانت اختمرت. طبعا قسمت العجينة، بتقسميها كورة كبيرة أو صغيرة أو وسط، الحجم ده يرجع لك انت. وطبعا هندورها كده دواير ورشة دقيق، وهنحط طبعا الكرات اللي احنا عملناها العجينة. عايزة اقول لكم قد ايه هشة وجميلة قوي وخفيفة جدا، وعلى فكرة مشبعة قوي للي بيعمل دايت. فعلا فعلا يعني هتاخدي كده تاكلي واحد هيصدرك جدا، مشبع جدا جدا طبعا عشان احنا حاطين خضار فيتامين سي وفلفل الوان. يعني عايزه اقول لكم التوابل حاجه جميله قوي. طبعا الكرات كانت ارتاحت معايا بالظبط 5 دقايق. عشان ايه؟ بفرد تفرديها كده الكوره كوره، يكون اي منشبه عندك وهتفرديها كده زي ما انا بفرد. تمام، بس انا عايزه الفرده زي كده تكون مطوله مطوله. تمام. طبعا هنا عندي بالعجلة بتاعت البيتزا بعمل خطوط كده. طبعا كده خلاص قفلناها. هننزل كده بمعلقة من الخليط السكر اللي احنا عملناه ده، وقطعة لانشون. طبعا اللانشون ده حبايب قلب صيامي، الصيامي بيتباع في اي دير. تمام. طبعا الصينية دهنها زيت، وهرص اللي انا هخلصه هرصه بنفس الطريقة. هفرد كرة تاني. بصوا العجينة طول ما مرتاحة كويس واختمرت كويس تفرد معاكي بكل سهولة. عايزة اقولك جميلة اوي مورقة اوي بجد بجد يعني. السندوتش ده زي القطن كده. وطبعا شفتي في اول الفيديو قد ايه هشة انا وبقسمها، شوفيها برضو في اخر الفيديو. حط اللانشون طبعا، ممكن في الصيام ممكن في الفطار، ممكن تعمليها لأولادك في المدارس. حلوة قوي بدل العيش الفينو مش بينجح مع أي حد. الوصفة دي هتنجح معاك. ممكن تعملها لهم بحشوة الفراخ، بحشوة الجبن، ممكن بحشوة لحمة، يعني براحتك بحشوة أي أنت بتفضليها. بطاطس هتعمليها حلوة قوي، هتنفعك قوي للأولاد. كمان مش مكلفة خالص، ولا حليب ولا أي حاجة ضفناها، يعني مش مكلفة خالص، يعني كل حاجة موجودة في البيت. تمام كده. وهنتناقش طبعا هنداري بصوا زي ما شفت كده. تمام، زي ما شفتوا كده في الفيديو يا حبايب قلبي. بصوا مثلث بيجي كده وكده، وهنبدأ نقفل. تقفلي كويس جدا طبعا، وهنيجي نقلبها بالشكل ده. بصوا اللي احنا قفلناها تبقى من تحت في الصينية كده. خلاص هسيبها تختمر طبعا وغطيها. بعد ما اختمرت معاكي طبعا عسل اسود، ومش هنكتره، هنحط معلقة مية. وافضل طبعا لو عندك نسكافيه، هنعمل خليط النسكافيه. ما تكتروش، احنا عايزينه لون بس عشان ما تبقاش العسل من فوق محلي. انا بدي كده، انا عايزه لون بس مش اكتر، يعني يدوب كده من فوق وبالراحه عشان الخمر طبعا. وانا في الوقت ده مولعه الفرن. طبعا بترشي سمسم وكده. خلاص بتدخليها الفرن. بعد ما تستوي بنخرجها من الفرن وبنغطيها من فوق. 10 دقايق بقى هتلاقيها اتخلعت لوحدها بالسكينة زي ما انت هتشوف كده. بصوا طرية جدا. هنعمل ايوه كده بالسكينة وهنخرجها عادي جدا. ممكن تحطيها في اي علبة، ممكن تحتفظيها في الفريزر للاولاد وتطلعيها على التسخين. ليه بيوقف ليه كده؟ اضغطوا لي لايك مفيش مساحة واشتراك تصور صورة. وتفعيل زر الجرس، اوعوا تنسوا، ولايك وشير كتير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. حبايب قلبي الغاليين عليا. بصوا بقى لا الفيديو بيتحدث عن بصوا نفسه.